السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عرفت راسي غبرت عليكم مده طويله هذه ورجعت معكم فيديو جديد. نتمنى يلقاكم في تمام الصحه والعافيه، ومرحبا بالناس الجداد اللي يلاه التحقوا بالقناه، واللي الناس اللي كيسولوا فيا ها انا رجعت معكم. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاستحسان ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك، وكذلك اشتركوا في القناه الا مازال ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس باش دائما تتوصلوا بالجديد على القناه ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيه بزاف ديال الحوايج، نتمنى ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم. وغادي نبدا معكم هكا صباحي بهذا اللانش بوكس ساهل. هنايا ما شاركتش معكم لي ديتاي، عطيتكم هكا فقط فكره. درت هنايا هاد لي بانكيك الفطور، وهنايا درت عصير هذا موجده في الدار. ان شاء الله الا بغيتو هكا من بعد نشارك معكم هاد الوصفات، وكذلك هاد العصير هكا للوليدات صحي وحاجه اللي كتوجدوها في الدار، احسن هكا من الحاجه اللي تاخذوا من الزنقه. هذه هي القرعه فاش كندير ليه العصير. وبالنسبه لعند اللانش بوكس فانا درت ليه كما قلت لكم لي بانكيك مع العصير الفطور. وبالنسبه للغدا فدرت ليه بيتزا هكا وشويه ديال لي فخوي. واكيد القرعه ديال الماء ديالو فما نسيتهاش، جمعت له لانش بوكس صافي مشى للمدرسه، ودزت انايا باش نكمل النهار ديالي. هنا في الليل كنت وجدت لاباط ديال البيتزا، جمعتها هكا في السلوفان، كندير ليه القياس ديال 4 الحبات لان هذا هو القياس اللي كياكل، بعض المرات كيرد منهم، فكنديرها هكا في السلوفان، كندير ليه القياس اللي غنجبد كل نهار، وكنديرهم في المجمد كيبقاو معايا مده طويله. هانتوما هنايا راه كنوريكم الشكيلات اللي درت ليه، ولينا بحال كنلعبوا مع الدراري الصغار باش يلاه ياكلوا لينا شويه. بالنسبه لعند هاد ليمون هادو باش خدمت انا غادي نوريهم لكم في لا فيديو باش اللي بغاهم هكا ولا اللي بغا تاخذهم. هانتوما هادو هما ليمون باش خدمت او القطاعات. صافي هنايا غادي نجمع هاد البيتزا كما قلت لكم، غنديرها في المجمد، وغادي ندوز باش نوجد معكم واحد الوصفه اللي كتجي رائعه بزاف، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. بالنسبه للوصفه ديال اليوم فاختاريت نشارك معكم جبن منزلي بمكون واحد كيجي رائع بزاف، الا جربتوه اكيد غادي توليو معتمدينه. هنايا خديت واحد 3 يطرو ديال اللبن، يكون طبيعي من الاحسن، ويكون اكيد باقي طري ما يكونش حامض. درتو فوق البوطه حتى سخن، ضفت ليه 2 معالق ديال الخل، الا كان عندكم عصير ديال الحامض فغادي يكون افضل. صافي طفيت عليه البوطه وخليته واحد 2 ديال الساعات حتى تعزل ليا داك اللوك ديالو على الماء. درتو في واحد منديل ديال الثوب اللي يكون نقي خاص هكا بالمطبخ، خليته ليله كامله حتى سقطر ليا مزيان. وفي الصباح درتو هكا في واحد البول ومعكتو شويه هكا هكا معكو غير بمعلقه ولا باي حاجه، وصافي كندوزو نشكلوه كويرات كما واضح لكم في الصوره. عرفتوا راه شحال هذه ما درت المونتاج، راه جاني صعيب باش انني ندير المونتاج لهذا الفيديو هذا. المهم غير قبلوا على هذا الفيديو. صافي كنبقى ناخذ هكا واحد الكميه وكنشكلها هكا كويرات صغار، ولكن راه الا جربتوه غادي يعجبكم بزاف. نسيت ما قلت لكمش بلي ضفت شويه ديال الملح عند هذا الجبن قبل ما نمعكو. هنايا خديت هذه الكميه هذه درتها هكا كويرات صغار، وغادي ندخلهم المجمد يشدوا راسهم شويه، ما كنخليهمش يجمدوا غير كيشدوا راسهم. وغادي ندوزو لعند الكميه الثانيه، فغادي نضيف ليها شويه ديال التحميره او البابريكا. بالنسبه لعند التحميره هذه فانا راه موجدها على اليد، غادي نشارك معكم الوصفه عما قريب ان شاء الله. وزدت هنايا كذلك شويه ديال الثومه بودر، شويه ديال الحاره، وغادي نزيد كذلك السانوج او الحبه السوداء، وغادي نزيد الزعتر. هنايا درت اعشاب منسمه فيهم اكليل الجبل والزعتر. هنايا كما قلت لكم غادي نزيد السانوج. صافي وغادي نمعك هادشي، وغادي نزيد شويه ديال الصلصه الحاره او الهريسه. انتم هنايا راه ما تصورش ليا المقطع اللي زدت فيه هكا هاد الصلصه ديال الهريسه، زدت غير شويه هكا فقط باش يعطي ليا حتى اللون. وغادي ندوز ناخذ هكا واحد الاناء اللي يكون مربع ولا مستطيل، غادي نكبو هكا فيه،
غلفتو هنايا بالسلوفان مزيان، وغادي ندخلو المجمد حتى يجمد ليا مزيان، ماشي يجمد غير يشد راسو مزيان باش يجيني سهل في التقطيع ديالو. بالنسبه لعندك الكميه الاولى فخليتها حتى شدات راسها كما واضح لكم هكا في الصوره باش ما كتبقاش تلاصق. وغادي ندوز باش نديرها هنايا في هذه القرعه اللي كتكون معقمه مزيان وتكون ناشفه من الماء. صافي كنوضع فيها هاد الكرات ديال الجبن. عرفتوا راه كيجي رائع والله العظيم، غير جربوه اكيد غادي يعجبكم. غادي نزيد كذلك الحبه السوداء او حبه البركه او السانوج كلها وشنو كيسميه. وغادي ندير كذلك الزعتر، غادي نزيد الهريسه. عرفتوا راه غير هاد الزيت هادي اللي فاش غيكون هاد الجبن هذا راه كنسم بها البيتزا، كنسم بها الطويجنات، راه جات رائعه بزاف والله العظيم، غير جربوها ما غاديش تندموا على هاد الوصفه هادي اكيد. وزدت هنايا رشيشه ديال الملحه. الا ما كنتوش كتبغيو الحار فغادي تستغناو عليه، ماشي ضروري انكم ديروا الحار. كما يمكن لكم تزيدوا الثومه. وغطيت هنايا بزيت الزيتون، يمكن لكم ديروا غير زيت نباتيه، كيبقى لكم الاختيار. صافي وكنسدو عليه وكنخليوه على الاقل واحد 3 ايام غير باش دوك المكونات كينسجموا مع بعضياتهم وكيطلقوا لينا في الجبن. صافي وكنبداو نستعملوه. الكميه الثانيه خليتها حتى شدات راسها مزيان في المجمد، واخا ما خليتهاش بمده اللي طويله لان كان خصني نكمل التصوير ديال الفيديو. غادي نقطعها صغيره، ما خليتهاش راسها عجبتني شويه في التقطاع. وكنبقى ندوز الموس في الماء اللي مسخون باش ما كيشدش ليا فيه الجبن بزاف. صافي قطعتها مربع صغار هنا غير باش ندير شكل مختلف، يمكن لكم ديروه كله شكل واحد، كيبقى لكم الاختيار. وهذا راه كيتكل دغيا، هذا ما تحتاجوش انكم تخليوه 3 ايام ولا هكا، يعني ما يمكنش ما تحتاجوش تخليوه واحد المده لانه نسمناه قبل. ضفت عليه هنايا عريشه ديال المعدنوس وزدت ليه زيت الزيتون. كما قلت لكم يمكن لكم ديروا زيت نباتيه ولكن من الافضل تكون زيت الزيتون. صافي وغنغطيه ونديروه في الثلاجه. احتفظت بهم بجوج في الثلاجه اكيد. هانتوما الشكل ديالو كيجي، والمذاق راه كيجي رائع بزاف. شرط كما قلت لكم ان اللبن ما يكونش حامض، يكون اللبن اللي باقي طري، ومن الاحسن يكون اللبن اللي طبيعي يعني ما يكونش المعلب. وهذا هو الجبن الاخر راه كيجي غزال بزاف. هنايا شاركتو معكم هكا في صحن ديال التقديم باش تشوفوا كي كيجي. هانتوما راه كيجي رائع بزاف، فغير جربوه اكيد غادي يعجبكم. ما تبخلوش عليا كذلك بلي لايك ديالكم، والا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه فمن هنا كنقول لكم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش دائما تتوصلوا بالجديد على القناه ان شاء الله. وهذا هي الوصفه اللي شاركت معكم اليوم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. يجي زوين بزاف، والحاجه اللي وجدناها في الدار اكيد ماشي هي الحاجه اللي كنشريو من الزنقه. دابا غادي ندوز باش نشارك معكم واحد الخريجه اللي درتها انا والعائله ديالي الصغيره، نتمنى ان شاء الله تنال الاستحسان ديالكم. غادي تلاحظوا بانني كنقطع معكم الصوت في التسجيل لان كيجي عندي ولدي الصغير فكنشوف شنو بغا وكنرجع معكم. بالنسبه انايا كما قلت لكم عند هذه الخريجه فكانت خريجه اللي بسيطه جدا، خريجه هكا للطبيعه زوينه بزاف، وما فيها باس ان الانسان مره كيخرج للطبيعه. ماشي ضروري اننا نمشيو للاماكن اللي كتكون غاليه وراقيه، ولا نخرجوا هكا للمدينه ولا نمشيو نسافروا مدينه واحده اخرى. فمن ابسط الحوايج نقدروا نساعدوا راسنا ونساعدوا وليداتنا. هنايا خرجنا للطبيعه، خديت معايا شويه ديال الكوتليت كذلك الكفته، وخديت البصله مطيشه. المهم خديت الحويجات اللي غنحتاج غادي نشاركهم معكم. صافي هنايا شعلنا هكا العافيه ودرنا الغديوه ديالنا كطيب. ضروري من اتاي على الجمر ملي نخرجوا للطبيعه، فهذه شي حاجه اللي ضروريه بالنسبه ليا. وهنايا غادي نشارك معكم الحويجات اللي خديت معايا، داكشي اللي ديت انا. واخا كنكون خارجه غير للطبيعه فكيعجبني ندي معايا هكا معناتي اللي يكونوا زوينين، وندي هكا الحاجات اللي غادي نرفه بهم على نفسي ونحس بانني فعلا بدلت الجو وبدلت البلاصه.
صافي بديت هنا كنوجد الطبيله اللي على الارض. ديت معايا الفريت ضروري الوليدات، راكم عارفين الوليدات الصغار ضروري هكا من الفريت. والله العظيم ماشي حيت كنصور، ولكن راه انا هكا دايره، واخا نكون خارجه غير للطبيعه فكندي هكا كاع الحويجات اللي كيعجبوني، الحويجات اللي كنخدم في الدار. انا ما عنديش داك الحويجات هذه ديال الضياف ولا هذه مو عند الضياف ولا هذه لا، عندي شي حاجات لان كيكونوا كبارين ما كنستعملهمش انايا هكا في الدار بزاف، لان كتكون الحجم، لان كيكون الحجم ديالهم كبير، ماشي حيت انا ما كنستعملهمش ليا، ولكن حيت كيكون الحجم ديالهم كبير. هذوك هما اللي كيكونوا خاصين هكا بالناس الضياف اللي كيجيو عندنا، اللي كيكونوا مجموعين وكتكون العائله كبيره. فهذا اللي كاين. اما هكا الماينات العاديين ديالي فانا كنستعملهم، كنقول انا اولى بهم. ونسيت هنا ما قلت لكمش، ديت معايا سلطه، ديت لاصوص ديالها، ما درتلاش لاصوص هكا خلطتها، وديت معايا لاصوص حتى لبرا. الا بغيتو نشاركها معكم نشاركها معكم ان شاء الله في شي فيديو قادم. كانت هذه الخريجه اللي شاركت معكم، نتمنى ان شاء الله تنال الاستحسان ديالكم. خريجه اللي بسيطه وحويجات اللي بساطين نقدروا نساعدوا بهم نفسنا وكذلك العائله الصغيره ديالنا. بالنسبه هنا لعند هاد لاصال هذه غادي يبان لكم فيها غير الفخوي، ولكن راه من التحت كاين الروز، كاين الخس، كاين البطاطا، كاين الخيار، كاين مطيشه او الطماطم. الا بغيتو نشاركها معكم هكا في شي فيديو ان شاء الله قادم، ما تنسونيش بلي لايك، وكذلك بارطاجيو لي الفيديو مع الاهل والاصدقاء، وغير قبلوا على هذا الفيديو. بالنسبه للمونتاج فانا شحال هذه ما درت المونتاج، اكثر من 3 شهور، اكثر من 3 شهور ما درت المونتاج لشي فيديو. كذلك الصوت ديالي ضربني البرد. نتمنى ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك، وكذلك بارطاجيو لي الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. الا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش دائما تتوصلوا بالجديد على القناه ان شاء الله. وخليتكم في امان الله، ونتلاقاو في فيديو قادم بحول الله.